السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صباح الخير على الناس الحلوين اللي بحبهم، بحب اشارككم معايا في كل حاجة. ربنا يخليهم لي يا رب، ما يحرمنيش منهم. صباحكم عسل، صباحكم لبن حليب. شايفين يا حبايب اهوت رايحين مع بعض السوق كده. جبتلكوا لقطة صغيرة واحنا في السوق النهاردة يا حبايب. السوق زحمة علشان خاطر فاضل يومين بقى على العيد. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يتعاد عليكم الأيام بخير وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين يا حبايبي منظر السوق؟ أنا جبت لكم من كل حاجة لقطة كده. السوق يا حبايبي زحمة، مش قادرة أوصف لكم الزحمة دي. وكل حاجة غالية النهاردة، هو أيام العيد ديت كل حاجة. بكرة بقى كمان ويوم السبت بيبقى في ناس فرشة عندنا كده، بيبقوا الحاجة لو ب25 هتبقى ب50، والنص بالنص. فاللي يعرف يروح يسوق النهارده او يجيب اي حاجه هو عايزها النهارده يبقى كده كويس خالص ان هو ايه يروح النهارده، علشان خاطر الاسعار هتبقى غاليه اكتر من كده كمان. ربنا يجعله عيد سعيد عليكم كده وعلى المسلمين اجمعين وعلى اولادكم. وربنا يا رب ما يحرمكوش من بعض ويبارك لكم في صحتكم. وربنا يبعد المرض يا حبايبي، اهم حاجه ربنا يبعد المرض. وينصر اهل فلسطين يا رب، ويرحم موتاهم وموتى المسلمين اجمعين. بس يا حبايبي راح النهارده كانت واحده هتجيب فواكه لعيالها او لاولادها او لكده، والفاكهه بقى والحاجات ديت، علشان خاطر بقى هيبقى ايه في اجازه عيد بقى، مش هيبقى في سوق على طول بعد العيد. فلازم كده بتروح، حتى كمان لو هتجيب اي حاجه لبيتك تجيبها على طول النهارده قبل ايه بكره تبقى الدنيا غلا ومش هتعرفي تجيبي حاجه. وادينا اهوت الناس هي بتنقي فواكهات وحاجات. اقول لك يا حبايبي انا كده كمان كنت رايحه السوق بدري خالص علشان خاطر الزحمه وكده. والسوق مش قادره اقول لكم كان زحمه ازاي. كنتش عايزه اصور لكم السوق لان انا بصوره معاكم كل مره. اقول خفت لو انتوا تزهقوا مني او كده، او تبقوا زعلانين او متضايقين ان انا نزلت لكم السوق، يعني لان كل مره بنزله لكم. بس انا بحب اشارككم معايا في كل حاجه. ربنا يدومكم نعمه في حياتي يا حبايبي، ويبارك لكم في صحتكم وفي اولادكم. ربنا يخليكم لي يا رب، ما يحرمنيش منكم. شايفين يا حبايبي النهارده الناس كلها هيجيبوا محشي علشان خاطر يوم الوقفه عندنا في المنوفيه كده، لازم الكل بيعمل محشي. تعالوا بقى بعد ما جينا من السوق هنخش بقى نعمل غدا سريع كده، علشان خاطر النهارده بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل كده اكله سريعه وموفره وبصوا زي العسل. والله يا حبايبي الفراخ بتاعتي بتموت، ادعوا له ربنا يشفيها لي يا رب ويبارك لي فيهم، علشان خاطر باين في مرض اليوم ده في الجو. ما بيكبروش او كده او عيانين. انا جبت لهم علاج بس لسه يعني ايه ما كبروش. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ادينا اهوت ما شاء الله علقنا على الفراخ، علشان هنعمل معاكم فراخ النهارده ورز بشعريه وملوخيه وطبيخ بطاطس. شايفين المنظرات الفراخ يا حبايبي؟ انا مورياكم الشوربه انا بعملها ازاي. بتخلي الشوربه بصوا صفرة معاكم وبتبقى جميله وحلوه، ولا ريحه زفره ولا اي حاجه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. بحب تعليقاتكم الجميله وبحب اشارككم معايا في كل حاجه. شايفين يا حبايبي الشوربه ما شاء الله بتغلي وحلوه ازاي؟ ما شاء الله، ولا ريحه زفره ولا ريحه اي حاجه. تعالوا بقى مع بعض نعمل الرز ابو شعريه. شايفين يا حبايبي اهو جبت حله وحطيت فيها حبة زيت ونزلت عليهم بالشعرية. انا بحب يا حبايبي الشعرية تكون كتير في الرز. حماية هنا ربنا يبارك في عمره بيحب يكون الشعرية كتير عن الرز. شايفين الشعرية يا حبايبي اهوت بديها تقلبتين كده لحد ما بتاخد اللون الذهبي ده، وبعدين بنزل عليها بالرز. انتوا كلكم بتعملوا الاكل احلى مني كمان، بس انا بحب اشارككم معايا في كل حاجة. ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا حبايبي وما يحرمنيش منكم ومن تعليقاتكم الجميلة. شايفين يا حبايبي الشعرية اهو بقلبها اهوت لحد ما تاخد اللون الذهبي ده، وبعدين هنزل عليها بالرز. اغسل الرز يا حبايبي حلو، لازم تغسل الرز حلو علشان خاطر احنا الايام الدنيا حر وما تضمنيش ايه اللي يكون في الرز. دايما تغسلوا رزك حلو علشان خاطر يبقى ابيض معاكم ويبقى جميل كده. هنقلبه بقى تقلبتين وبعدين هننزل عليه بالشرب. تزويد الرز يا حبايبي انا مورياكم في الفيديوهات اللي فاتت، علشان خاطر البنات اللي لسه بيتعلموا جديد دول يعرفوا يزودوا الرز ازاي، ما يتكلوش على حد، يعتمدوا على نفسهم هم. اهوت يا حبايبي بتجيبي معلقه كده وبتغرزيها في نص الرز. لو بقت الشوربه ديت لغايه نص المعلقه هيبقى معاك الرز مفلفل وجميل. تعالوا بقى غطينا الرز اهوت، وتعالوا نعمل حبه ملوخيه معاكم كده. اي اكله خفيفه يا حبايبي كده وسريعه. اهوت نزلت بمعلقه هريسه توم وعليها معلقه فلفل احمر، وبعد ما هقلبهم تقلبتين كده لما ياخدوا اللون الذهبي، وبعدين هنزل عليهم بالشوربه.
انت يا ام حنين بتعملي طريقه الملوخيه مش زي ما احنا بنعمل. جربي يا حبايبي الطريقه ديت وانتوا بصوا، والله العظيم مش هتندموا، لان الطريقه ديت جميله خالص. اهو بتعملي تحمري التوم وبعدين بتنزلي عليه بالشوربه، ولما الشوربه هتغلي معاكي هتروحي ايه ساقطه الملوخيه. شايفين يا حبايبي الرز جميل ازاي ما شاء الله، وزاد ازاي، ولونه تحفه ازاي وزي العسل، مش قادره اوصف لكم الطعم كان عامل ازاي. شايفين يا حبايبي اهوت، نزلنا بالملوخيه لما الشوربه غليت، وهتنيكي تقلبي الملوخيه ما بتحبش تغلي، دايما بتنيكي تقلبي هي بتغلي وانت بتقلبي اهو، علشان خاطر ما ترقدش منك وتبقى لونها اسمر ومش هتبقى جميل. شايفين يا حبايبي الملوخيه عامله ازاي ما شاء الله، فيها عرق وكويسه ازاي وخضره، لونها اخضر وزي العسل. بعد ما غرفنا الاكل ده كده، تعالوا نشوفه مع بعض جميل ازاي. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. شايفين يا حبايبي ما شاء الله الفراخ حمرا لونها واخده اللون الذهبي ومقرمشه ازاي ما شاء الله، والرز طالع معايا جميل ازاي، والملوخيه والبطاطس. انا كنت يا حبايبي عايزه اصور لكم البطاطس وانا بعملها بطريقتي، بس معلش بقى النور كان طافي، سامحوني ان انا ما صورتها لكوش معايا. شايفين يا حبايبي منظر الاكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي يا حبايبي بذمتكم ما يستاهلش لايك منكم وتعليق جميل كده. حبايبي انا بحب اشارككم معايا في كل حاجه، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. يعني بصوا بحب تعليقاتكم الجميله ديت ولايكاتكم، ما تشوف كده هتعلقوا لي وتكتبوا لي التعليقات ايه كده. ماشي يا حبايبي. شايفين بقى بعد ما خلصنا الاكل الجميل ده، هنخش بقى يا حبايبي الفراخ بتاعتي جايبه لها علاج كده، ربنا يشفيهم لي يا رب ويبارك لي فيهم يا حبايبي. الفراخ تعبانه مش عارفه اعمل لهم ايه، لو اي حد عارف نوع علاج كويس يكون للفراخ يكتبوا لي في التعليقات بالله عليكم ما تنسوش. شايفين يا حبايبي منظر الفراخ، بصوا مش عادتهم كده يبقوا راقدين كده وتعبانين كده، وجبت لهم بصوا علاج ولسه حاطه لهم في اللميه اهوت، وحطيت لهم الاكل اهوت، وربنا يشفيهم لي يا رب كده، اكتبوا لي في التعليقات ربنا يشفيهم. اهو شايفين منظر الفراخ اهيت العشاء يا حبايبي بتاعتي والاميه اهوت. لو حد شايف اي حاجه انا عاملاها في الفيديو غلط يكتب لي في التعليقات علشان خاطر اعدل منها عادي ما فيش اي مشكله. ولو النبي بالله عليكم لو حد يعرف علاج يعني يكون كويس للفراخ يكتب لي في التعليقات بالله عليكم. الفراخ كشه ازاي قدامكم، انا خايفه والله بالله عليكم، يعني لو حد يعرف اي نوع علاج يكون كويس يكتب لي في التعليقات. اهو شايفين قليل واحده يا حبايبي كده ان هي مصحصحه وكده، ما اعرفش انا كانوا حلوين ما شاء الله بالليل، قمت الصبح لقيتهم كده باينني بقى في مرض في الجو، ربنا يسترها. دي العلاج اللي انا جايباه معاكم اهوت، رحت كده للدكتور البيطري اداني علاج ليهم علشان خاطر ايه يرفع المرض اللي عندهم ده يمشيه. بس الفراخ قليل واحده ان مصحصح، والباقي كده اكتريتهم كاشش كده ومش عاجبني خالص. متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. تعالوا بقى نخش بعد ما بصينا على الفراخ كده، هنخش بقى نغسل المواعين مكان الاكل. والله يا حبايبي قوموا كده وما تكسلوش، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتشتركوا في الفيديو كده، وانت هتلاقي الشغل في ايدك سهل وبسيط اهو، ما فيش حاجه بتتحب. والله يا حبايبي واخدينها معاكم اهوت، يعني مورياكم يومي كله اللي انا عملته، ولسه كمان يا حبايبي هطلع بقى فوق علشان اروق الدنيا فوق بقى عشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. بس بصور لكم بقى فيديو تاني علشان خاطر انا طولته معاكم قوي، علشان خاطر ما تزهقوش مني وكده، احنا متعودين مع بعض واحنا بنغسل المواعين لازم بنغسل الحوض الاول عشان الدهون وكده. شايفين اهوت هنغسل المواعين الاول، بنبدا بالاطباق كده علشان خاطر الحلل دي بيبقى فيها دهون وكده، وهنشطفهم معاكم كده. عندنا هنا يا حبايبي كده الجماعه اللي بيحبونا اعمل لنا الشغل يعني وكده، وانا معايا سلفتي ربنا ينجحها يا رب، كانت في الكليه واخر سنه ليها، ربنا ادعوا لها كده ربنا ينجحها ويقومها بالسلامه علشان هي حامل، ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في صحتها. ما بحبش يعني ايه اتقل عليها في الشغل وكده، بخش انا على الشغل علشان خاطر هي تعبانه برضو، ادعوا لها كده ربنا يقومها بالسلامه. وهو شايفين يا حبايبي الشغل ما بيتعبش والله، ربنا يدوك الصحة يا رب ما يحرمكوش من صحة. وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك. ادينا اهوت خلصنا مع بعض المواعين وخلصنا اهوت وكل حاجة خلصت، والعمر يا حبايبي رخر بيخلص. دايما ست تقول بيت الراجل زي الجامع، لو تعبت فيه ربنا هيرضيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة يا حبايبي، هتوحش.